هو نفس الفريق، هو نفس الجمهور، هو نفس النادي، لكن اللي بيختلف فرد. لا مش ده يا عم الناس، ايوه ده. شالوا فيريرا وحطوا احمد عبد الرؤوف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من وجهة نظري لو ربنا كرمنا بالبطولة دي هيكون صاحب الفضل هو الكابتن الخروق صاحب الثقة الكابتن أحمد عبد الرؤوف، اللي عنده ثبات ابن نادي الزمالك، اللي خلانا نقتنع ان هو عنده بصيص من الامل في تصريح لما قال احنا جايين البطولة عشان نكسب ايا كان اسم الفريق ايه، احنا الزمالك. اللي قال انا اشتغلت في انديه كتير اقل من الزمالك بكتير وما كنتش بخاف، يبقى خاف ازاي وانا في الزمالك؟ المدرب ده خلانا نتفرج على زمالك جديده وطريقه لعب جديد، والبدايه كانت من عند عواد اللي دايما بيجي في الميعاد، ورجوع الثقة له من تاني عشان يصد واحدة من الخمسة اللي اتشاطوا وتصعدنا للنهاية. المدرب ده اللي خد خطوة جريئة ما كانش حد بيعملها لما يقعد حسام عبد المجيد دكة وينزل الونش كأساسي عشان يحط فيستون مايل في جيبه ويفسد هجمات نادي بيراميدز. وبالمناسبة الونش أفضل راجل في المباراة من وجهة نظري. عبقرية المدرب اللي خلى فتوح وبنتايج يلعبوا قدام بعض في الوينج الشمال عشان يقفل على مفاتيح لعب بيراميدز، ألا وهو مين بقى؟ أحسن باك يمين في أفريقيا كلها، الشيبي، عشان يوقفوا هجماته ويوقفوا خطورته مع سرعة زلاكا عشان ما يبدأوش بأي هجمات تروح لفيستون مايلي. ناس كتير استغربت إن أحمد عبد الرؤوف قعد عبد الله السعيد دكة وما بدأش بيه، لكن هو ده شغل المدرب عبقري بتخطيطه وعقله وتقسيم المباراة، إنه يخرج كل طاقة بيراميدز وهجوم بيراميدز في الشوط الاول عشان يقرا السلبيات والايجابيات بتاع بيراميدز قصاد الزمالك، وينزل عبد الله السعيد عشان يبدا ويرجع الاستحواذ تاني لنادي الزمالك عشان يصنع خطوره ويصنع فرص لنادي الزمالك، ويحول طريقه الدفاع للهجوم. نفس المدرب اللي خلانا نشوف ناصر الماهر الجديد بطريقه لعب مختلفه في الدورانات وتحركاته في جميع الاماكن، وكان بينوع في كل مكان في الملعب عشان ما يلعبش عليه لاعب معين من نادي بيراميدز ويصنع فرص لنادي الزمالك. انت عارف يعني ايه بتلاعب بطل افريقيا، بطل المحيط الهادي وبطل المحيط الاطلسي وبطل الخريطه كلها، بطل السوبر الافريقي، بنلاعب سكواد كبير قوي في افريقيا. انت عارف يعني ايه نادي ما فيهوش فلوس، نادي لسه ما فيهوش استقرار، نادي ما فيهوش اداره، نادي لسه فيه تغيير مدرب جديد، تجربه جديده، نادي مديون وعندي اخذ قيد وعندي تغيير مدربين وما عنديش فلوس وما عنديش اداره وما عنديش استقرار، وبتكعبل في لجان كل يوم بتطلع تصريحات على نادي الزمالك سلبيه وبرضه بنكسب. يلا احنا عقده لاي فريق شايف نفسه كبير. يلا من الاخر كده الف مبروك للزمالك، وان شاء الله هنشوف مباراة زمالك تاني قدام النادي الأهلي بطريقة لعب تانية غير طريقة لعب بيراميدز مع المدرب العبقري ده اللي برضه كان عنده سلبيات بسيطة كده بس ممكن تتعدي. من الآخر المدرب اللي عنده ثقة بينهي ببطولة. عاش الزمالك، حب في قلوبنا.